الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، النهاردة معنا شخصية جديدة، شخصية جديرة بالاحترام، لها من الخبرات ما شاء، شخصية لها في الشارع أعمال خير، وشخصية بتساعد كل الناس، وشخصية قانونية جميلة. معنا ومعكم الأستاذ أحمد عبد اللطيف. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. رمضان كريم يا أستاذ أحمد. كل سنة وأنت طيب، الله أكبر. وعود علينا وعليك الأيام الجميلة دي بخير إن شاء الله وسعادة عليك وعلى أسرتك الكريمة يا أستاذ أحمد. على الجميع إن شاء الله. دايما يا أستاذ أحمد في بداية الحلقة دايما بنسأل الضيف من هو الضيف، وعايزين نعرف السادة المشاهدين من هو الأستاذ أحمد عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكرك على هذا اللقاء، ويعني بشكر برضو السادة المشاهدين على أنهم هيضيعوا من وقتهم 10 دقايق. أحمد عبد اللطيف العبد الفقير إلى الله، من مواليد الجمالية، عشت في المنصورة والقاهرة، درست في مدرسة الابتدائية في الجمالية، الإعدادية في المنصورة، والثانوية في المنصورة. أنا خريج دبلوم تجارة، درست حقوق تعليم مفتوح، كنت موظف في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى بلوغ سن المعاش. أما بالنسبة للمجال السياسي فطبعا لنا مجال سياسي كتير في جميع الأحزاب، ووصلنا لأعلى المناصب وأعلى القيادات، والوقت يعتبر أن أنا في عزلة لأغراض شخصية بالنسبة للمجال السياسي. يعني بالنسبة نرجع لورا يا أستاذ أحمد كده للصغر، طبعا أكيد حضرتك كنت بتحفظ القرآن في الكريم في الصغر. عرفنا كنت بتحفظ إزاي، وهل كنت بتتلقى القرآن الكريم على أحد المدرسين أو الشيوخ؟ والله أنا اتربيت في بيت ديني، وكان شيخي ومثل الأعلى خالي الشيخ محمود حسين، طبعا غني عن التعريف، فكان هو الصبغة الدينية في الأسرة كلها من خلاله. كان بيحفظك القرآن إزاي؟ لا، أنا ما كنتش بحفظ القرآن منه، أنا كنت بحفظ القرآن من الشيخ أبو المجد. الشيخ أبو المجد دون اللي كان عند الجامع الكبير، فكنا بنروح نحفظ القرآن عنده. أما أنا اتعلمت في المناخ بتاعي وفي البيئة بتاعتي السلوكيات الإسلامية والآداب الإسلامي، اللي هي اللي بنقول العادات والتقاليد الإسلامية اللي المفروض إن الكل يتحلى بها. يعني اتعلمت قراءة القرآن وتعلمت الصلاة وتعلمت تصوم في رمضان وأنت صغير. ده المناخ الطبيعي بتاعنا، لان انا طلعت الوالد والوالده والنينه والخال في مجال ديني، صوم، ومش صوم بس عادي كمان، ده صوم وصوم الستة البيض وصوم اثنين وخميس وصوم يعني 13 و14 و15 من كل شهر. فالحاجات دي متربينا عليها من السلف الصالح يعني. وتعلمتها من الأسرة الكريمة طبعا. طبعا. طيب يا أستاذ أحمد، لما حضرتك دخلت المدرسة الابتدائية كان اسمها إيه المدرسة الابتدائية؟ أنا المدرسة اللي هي الجنبية. كان مكانها فين طيب؟ كان مكانها في الإدارة التعليمية القديمة اللي هي قبل. في أي بلد؟ في الجمالية. في الجمالية. بعد كده يا أستاذ أحمد، يعني حضرتك تدرجت في المدرسة الابتدائية ومشيت في مراحل التعليم، هل تتذكر اسم مدرس بعينه؟ مدرس لحضرتك؟ أنا الأستاذ صفوت شرف، والأستاذ أحمد شرف، والأستاذة المرحومة عفاف عطوة. اتعلمت منهم ايه هؤلاء؟ الأستاذة فتحية العفيفي.
اتعلمت منهم ايه يا استاذ احمد؟ هؤلاء الاساتذه اكيد كانوا عظام في وقتهم طبعا. يعني اثروا في شخصيتك ازاي؟ وحضرتك استفدت منهم ايه؟ هو كل مرحلة ولها نضج فكري. أما الأساسيات فديا اللي بتتحط في الابتدائي في أي طفل. فأنا كنت في مرحلة التأسيس اللي هي مرحلة الابتدائي. فالناس دي كانت مش مدرسين بالنسبة لي، كانوا دكاترة بيعالجونا كأطفال، بيحطوا فينا المعلومة بالأسلوب المحبب. كانوا قدوة جميلة اكتسبنا منها كل حاجة جميلة. لما حضرتك كبرت وكنت بتشوف احد المدرسين من الاسماء اللي ذكرتها، ده كان شعورك بيبقى ايه؟ أنا كنت بخاف منهم وكنت أحب إن هم ما يشوفونيش، عشان يعني عيب إن هم يشوفوني في الشارع. أنا مثلا ماشي بلعب بحب يعني حبوا يشوفوني في المدرسة بس، لكن بره حس إن دي جرم إن هم يشوفوني في الشارع يعني. طبعا ده من احترام حضرتك ليهم ومكانتهم العالية عند حضرتك اكيد. لا طبعا كان لهم مكانة كبيرة، وكانت الأهل تعمل على مكانة المدرس. طيب يا استاذ احمد، المادة اللي حضرتك يعني دخلت لقلبك في المرحلة الابتدائية، كنت بتحب مادة ايه؟ يعني هل العربي، الرياضة، الدراسات الاجتماعية، الدين، المواد اللي في ابتدائي الجميلة؟ أنا كنت بحب العربي والدين في المرحلة الابتدائية. في المرحلة الثانوية الإعدادية والثانوية كنت بحب الرياضة. هل تتذكر أحد زملائك من المرحلة الابتدائية؟ طبعا. زي مين ممكن تقول لنا؟ الأستاذ ابن اسمه اللي هو الأستاذ ابن الأستاذ صفوت شرف، اللي هو في السياحة اسمه ايه؟ طيب يا أستاذ أحمد، هقول لك اسم الوقت على ما تتذكره على ما تتذكره. والحاج أشرف ضياء كان معاك في الابتدائي؟ ومدحت رفيق. فأنا كنت باجي من المنصورة أو من القاهرة مخصوص في السن بقى اللي هو الثانوي، في الظهر في المغرب أنزل الجمالية المغرب، أروح لزمايلي وأروح لخالي وأشم ريحة السمك المشوي. لأن إحنا كنا في الجمالية زمان وجبة الغداء مع وجبة العشاء. كانت المغرب سوق السمك دون، وتروح بقى تجيب شروة السمك بشيلن او بباريزة او بتاع، ودي بقى تبقى العشوة. فكان افران في كل بيت فرن. فالسمك بتاعنا هنا في الجهة بتاعتنا سمك طازة. كنت بتعشقه يا استاذ احمد؟ بعشق الريحة بتاعته طبعا، ده احنا كيف السمك مشوي. كنت بتحب السمك الصغير ولا الكبير؟ السمك الصغير ده متربيين عليه. اللي هو الاخضر دون والشبار الابيض. الشبار الابيض ده بيعتبر بس حاجه جميله. دنيس. يعني والله انا طبعا طلع من البحيره. انا اكلت سمك شبار كده وجنبه دنيس كده. انا قعدت اكل من السمك الشبار على انه الدنيس، وسبت الدنيس وخلصت الشبار على ان انا باكل الدنيس من حلاوته. طبعا من حلاوته. وانا ده هم يعني عازميننا، فاقول يا استاذ احمد انت ليه ما اكلتش دنيس؟ خلي بالك انا زعلت انا بقى، قلت لهم بس والله طعم السمك اللي هو بتاعنا ده انا حاسس ان انا من ساعتها باكل دنيس. انتوا بتزعلوني ليه؟ قالوا ده الدنيس زي ما هو من حلاوته. طبعا من حلاوته لانه طازه طبعا وطلع من البحيره. طبعا بحيره المنزله مشهوره بالاسماك الجميله طبعا. فبقول لحضرتك يعني ان شوف من حلاوه السمك، لان احنا اي حد من شمال الدلتا كيفة سمك. اكيد طبعا. يعني بص السمك ده هو الاكله المفضله. طبعا. فاحنا لنا ذكريات كبيره مع السمك وشراء السمك
وكنا كنت بتصطاد في الصغر؟ يعني هل كنت بتمسك صنارة كده؟ لا بس والدي الله يرحمه كان بيحب انه يصطاد وعنده السنانير وبتاع، وكان حدوته بان ده موضوع، ده دماغ وهي فدي كانت عند والدي الله يرحمه. طبعا الصيادة بتعلم الصبر يا استاذ احمد. طبعا الصيادة دي بقول لك موضوع دماغ، مش اي حد يبقى صياد. طيب ننتقل الى مرحلة اخرى، المدرسة الاعدادية اللي حضرتك دخلتها كان اسمها ايه وفين؟ مدرسة النهضة في جديلة في المنصورة. ايه السر وراء انتقال حضرتك المنصورة وبعد ما خاصة اخدت المدرسة الابتدائية في الجمالية؟ احنا كنا بنبقى مع والدنا حسب شغل. فاحنا رحنا اسوان، انا قعدت في اسوان فترة بس ما دخلتش دراسة فيه، وقعدنا في القاهرة مع نقل وشغل انتقال الأسرة يعني. فوالدي كان بيشتغل في السد العالي، فروحنا حتة اسمها كيمة في أسوان، وقعدنا هناك، كان لهم عماير معينة تبع الشغل وكده. وبعدين رحنا الحومدية مصنع السكر برضو، قعدنا في القاهرة شوية، وبعد كده رحنا المنصورة، وبعد كده عاش عمره كله في السعودية وقطر. يعني قطر الأول وبعد السعودية. كنت بتنتقل مع الأسرة أيام انتقلت يعني أي مكان؟ طبعا معاهم يروحوا شمال يمين. طيب حضرتك يعني هل تتذكر بعض المدرسين في المرحلة الإعدادية أو الزملاء؟ ممكن تذكرهم يعني إذا سمحت طبعا؟ أنا كان في اللي هو الأستاذ مسعد داوود، ده مدرس رياضة مدرس رياضة دي في الإعدادية، والأستاذ محمود رشاد، والأستاذ. هل تتذكر بعض الزملاء في المرحلة الإعدادية؟ أنا ما طلعتش إلا بزميل واحد بس في الإعدادية. ممكن تقول لنا اسمه؟ الأستاذ مصطفى حافظ. ذكرياتك معاه إيه الأستاذ مصطفى؟ ده كان الصاحب الوحيد ليا وللعائلة. يعني أنا كنت له صديق شخصي عائلي، يعني مع الأسرة بتاعته، إخواته البنات وجوز إخواته وصبيان وبنات، يعني أنا واحد من العيلة. صداقة أسرية. وهو واحد من العيلة عندي. كمل معاك لمرحلة الثانوي؟ لا، هو راح اتجاه وانا رحت اتجاه. طيب يا استاذ احمد، عايزين نعرف يعني بعد حضرتك ما اشتغلت واكيد جبت فلوس، اكيد فكرت تبني اسره وتتجوز، عايزين نعرف يعني حضرتك اتعرفت على زوجتك ازاي وجوزتها ازاي، واول لقاء لحضرتك معاها كان ازاي؟ انا زوجتي، انا متجوز 2. زوجتي الاولانيه دي قريبتي، كانت بحكم العشره وبحكم القرب فجوزتها وحبيتها، وامها كان لها فضل كبير عليا طبعا، ويمكن الاساس في ان انا اتجوزها مش حبي قد ما هو حبي واحترامي لامها، لان امها كانت ام تانية ليا ايجابيه جدا يعني حماتك حماتي كانت حما ممتازه زي ما حضرتك بتقول. لا ما كانتش، هي اللي كانت بتشجعك طبعا. هي كانت امي. هي وقفت جنبك يا استاذ احمد؟ طبعا في مواقف؟ طبعا وقفت جنبي وحسيت منها بالامومه اللي هي مش موجوده عند اي ام، لانها كانت ست طيبه جدا، وكانت لها كل واحد له لازمات معينه كده. زوجتك اكيد كانت سند لك في بدايه حياتك، وطبعا اكيد لحضرتك ذكريات معاها. طبعا. ممكن تقول لنا كانت بتعمل معاك ايه في البدايه، خاصه اكيد البدايات دايما بتبقى بدايات صعبه في بدايه الزواج؟ والله بالنسبه لمواقفها كانت مواقف يعني المفروض تكون كانت إيجابية جدا، وكانت هي تمتاز بأنها يعني
فطرة، ورغم انها على الفطرة ولكن كان فيها ذكاء فطري، كان فيها اجتماعيات فطرة، فكانت هي يعني كانت بتعرف تتعامل مميزة. مع حضرتك كانت بتعرف تتعامل في معايا وقت الحزن، في وقت الفرح؟ طيب يعني هل كانت طباخة كويسة؟ طبعا طباخ كويسة، لانها كانت اصلا قلت لحضرتك في البداية ان هي كانت قريبتي من ناحية والدتي، فهي متلمذة على ايد والدتي. ممكن تعرفنا على أولادك منها، يعني أسمائهم انا معايا وعملهم؟ طبعا انا معايا محاسب محمد احمد عبد اللطيف في البورصة العالمية، محلل مالي، وفتح شركة أوراق مالية. معايا دكتورة شيماء أحمد عبد اللطيف، كلية إعلام جامعة القاهرة. شيء جميل. معايا علياء، كلية ألسن، وفي الإمارات دلوقتي مع جوزها مهندس. وشيماء متجوزة الدكتور محمد أخو جوز علياء، يعني الاثنين سلايف، الاثنين واحد. وعندي إسراء كلية آداب، ونجلاء كلية تربية، محمود آخر واحد في الصبيان كلية تجارة، وكلهم متجوزين، ومحمود خاطر. ما شاء الله. طبعا أسرة جميلة ومناصب تعليمية جميلة، ده دليل على إن الأسرة كانت أسرة جميلة وبتحب تعلم أولادها وتحب تشوفهم طبعا في أحسن حال. يا أستاذ أحمد، الفضل لله أولا ولوالدتهم. حابب تقول لهم إيه من خلال اللقاء بتاعنا؟ عاوز أقول يعني ربنا دايما يجعلكم في معيته وحفظه، وعاوز أقول إن أنتوا في مكانة كبيرة بفضل الله ووالدتكم، ثم أنا آخر حاجة، لأن والدتهم هي اللي يعني عملت معاهم اللي فوق العادة، حتى كانوا بهذه الصورة إن هم يعتبروا من قيادات مصر. مفيش حد فيهم تعليم كذا ولا كذا، لا، تعليمهم ده ممكن نوديهم إن هم ممكن في يوم من الأيام يبقوا وزراء، ممكن في يوم من الأيام يبقوا محافظين، ممكن يبقوا من القيادات العليا يعني. إذا الزوجة هي عمود البيت، ووصلت أبنائها زي ما حضرتك يعني بتدين بالفضل لزوجتك. شيء جميل طبعا. ده هي عملت اللي أنا ممكن ما أقدرش أعمله. نتكلم عن زوجتك التانية ودورها في حياتك وابنك الصغير اللي دايما. أنا بقى الزوجة التانية دي يعني ربنا سبحانه وتعالى جابها لي تعويض كده، يعني بتعتبر هي تعويض عن حاجات كتير ماديا ومعنويا، وهي رسالة من عند ربنا ليا في آخر أيامي. ولكن ربنا كرمني بيها وكرمني بابن أحمد. اتعرفت عليها ازاي واتجوزتها ازاي والظروف والملابسات كانت ايه يا استاذ احمد؟ والله انا ما كانش بيني وبينها خالص، كل ما اشوفها انا صباح الخير سلام عليكم، بس ده الكبير بتاعي. ولكن هي اختها زوجة ابن عمي، وهي ابن عمي ده اقرب واحد ليا، هو وزوجته اللي هي اختها. فكنت بروح وبلاقيها هناك، ساعة ما تشوفني السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد، اقول لهم ماشي، انا ازيك يا نسا حنان، شكرا. فجاء نصيب بقى، لقيت نفسي في يوم بقول لها تتجوزيني، قامت ضحكت قالت لي هو ينفع؟ قلت لها ان شاء الله انه ينفع، يعني مفيش مشكله يعني. خلاص قلت حصل النصيب طبعا. وبعدين دارت الايام بقى، وربنا عمل اسباب ان الكلمه دي تكون حقيقه، واخد بالك. طبعا تدرجت لامها وقالت لها ده الاستاذ احمد بيقول كده، وقالت لها طب انجبت منها يا استاذ احمد؟ احمد. لما عرفت ان زوجتك حامل وعرفت ان جاي لك مولود وولد،
كان شعورك ازاي؟ جميل. اولا احمد ده كان امنية عزيزة، ومش عشان انا يعني ربنا كرمني بالبنين والبنون، انا كنت عايز احمد وطلبته من ربنا عشان خاطر المدام، عشان يكون سند ليها طبعا، يكون سند لها وحضرتك لها يعني اصل ده الحياه بتاعتها، لان هو اللي هيملى عليها حياتها، ودي امنيه لكل انسان عاوزه ابنها، خاصه المدام عندها ظروف صحيه، ف يعني بقيت اكيد بيني وبين ربنا السند لها. اكيد البنون زينة الحياة الدنيا زي ما ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا طبعا. فلما يكون في طفل بيشجع على الحياة، ما انا بقول لحضرتك وبيبقى ونس جاهز ازاي. مشكلة احمد جاب يعني عملنا كل حاجة على الحال المجهري، ومشينا ورحنا لابو الغار ورحنا لاستاد الاخرس ورحنا لاكبر ناس في الاخر خالص، وعملنا الحال المجهري وبتاع، والنتيجة سلبية. فهي قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قلت لها ان شاء الله بعد 6 شهور هعمل لك. طبعا هي كانت تعبت قوي، ولكن رغبتها في انها تبقى كانت بتتحدى اي حاجه، وفي نفس الوقت تعبها خلاها قالت لي لا انا كده ربنا رضانا واحنا عملنا اللي علينا. حب الانجاب طبعا غريزه. قلت لها باذن الله. فهي ست مؤمنه جدا من قبل ما اتجوزها، خلي بالك دي بتاعت ربنا يعني، الصلاه والصوم شيء جميل يعني. وهي قبل ما اتجوزها انا اعرف عنها كده، الصوم ده صوم اثنين وخميس، صلاه في ميعاده. عايزين نعرف يا استاذ احمد دور الام في حياه الاستاذ احمد عبد اللطيف، والاب دورهم كان عامل ازاي مع حضرتك؟ والدك ووالدتك. بس انا عايز اكمل لك بس بان احمد جه خلاص، هي قالت لي انا كده بعد شهرين من الحقن المجهري، لقيتها بتقول لي انا عاوز احلل. قلت لها لا انا خايف، انا التجربه مش عاوزه. فالمهم قلت لها ولكن في حاجه بس كمان شهر. المهم شهر رحت حللت، لقيتها حامل طبيعي من عند ربنا، سبحان الله، جايب لها هديه، وجايب لها احمد وما شاء الله ربنا يبارك لك فيه علينا دنيتنا. وانا سعيد وبشكر ربنا ان ربنا ادانا احمد عشان يملى علينا حياتنا، وخاصه حياتنا هي عوض عظيم يا استاذ. طبعا فضل كبير من عند ربنا. ننتقل الى ذات السؤال، عايزين نسال عن فضل الام في حياه الاستاذ احمد عبد اللطيف وفضل الاب، ودورهم كان مع حضرتك عامل ازاي؟ اولا دي البيئه بتاعتي، اب وام يعني البيئه، يعني التربيه، يعني القدوه، يعني المدرسه. ما بقولش مدرسه، لا بقول دي الكليه، دي الجامعه. اتعلمت منهم ايه؟ الاساسيات ما انا بقول لحضرتك، ودي الاساسيات. اتعلمت من امي الحلال والحرام، ده حلال وده حرام وده عيب. اتعلمت العيب، ده عيب. كلمة ده عيب دي موضوع كبير، يعني أنا عشان أعرف اللي مش عيب لازم أعرف العيب كده طبعا، عشان أختار اللي مش عيب. طب لازم أعرف الغلط عشان أرفضه واستمر في الصح. مين اللي كانت رمانة الميزان للتوجيه؟ والدتي. الأب كان بحكم شغله متغرب، وكان طول عمره في مصر متغرب، ولما طلع قطر وبعدين راح السعودية قعد حوالي من 25-30 سنة، فيعتبر كان متغرب، ولكن بيجي كل سنة 40 يوم. ولكن الأم احنا ما حسيناش ان ابونا بعيد عننا. الام الفطريه، الست اللي هي ما اتعلمتش، ولكن التعليم الفطري والبيئه بتاعتها خلتها تواكب اي فكر، وتكون ام متحضره كمان. عيشت والدها
والدنا جوانا. كان دايما بيقول لك ايه الوالد؟ يعني هل تتذكر بعض الكلمات؟ طبعا. انا والدي كان هو القدوة في الحكمة. أو والدي كان اللي يعرفه يقول لك المثقف، المؤمن، كان انسان مكافح يا مش أستاذ. المسلم، المؤمن، لانه كانش بيسيب ولا فرد. كان عصامي جدا، يقدس الحياة الزوجية، يحب زوجته وولاده، كل حياته زوجته وولاده. حضرتك برج ايه يا استاذ احمد؟ انا برج الجوزاء. هل تعلم عنه شيء يعني مواصفاته؟ انا اعلم ان هو معتدل يعني، وان هو رومانسي عاطفي، يعني كده عصبي. ولكن عايزين نرجع لشخصية حضرتك، بتتصرف مع الأمور إزاي؟ يعني وقت الحزن، الفرح، مشاعرك، احكي لنا يا أستاذ أحمد. بس بعد إذن حضرتك الكلام دلوقتي هيبقى عن مرحلة واحدة اللي هي المرحلة الأخيرة، لكن الكلام اللي أنت بتقوله ده كان ليه مراحل وكل مرحلة مختلفة عن التانية. احنا عايزين بصفة عامة. بصفة عامة أنا أحب الحق. الآخرين بيتعاملوا معايا أحمد عبد الله الأصولي، يعني أنا بحب الشيء يبقى في مكانه. هل تتأثر بالمواقف؟ يعني ممكن لو افتكرت موقف حزين أو تعرضت لموقف يؤثر في شخصية حضرتك أو في نفسك، هل ممكن كده تبقى قاعد تبكي أو تفرح؟ أنا مش عايز أقول لك، أنا بقعد أتفرج على فيلم وأنا تمثيلية وفيها موقف وأنا أعلم إن ده تمثيل، وأعلم إن أنا يعني وفاهم الليلة كلها بتلاقيني بتاخد وأبكي والعيال ده يعني بتتأثر بأي موقف يعرض على حضرتك حتى لو تمثيل؟ ممكن أعيط. ما بالك بقى إن أنا لا، أنا بتأثر جدا في أي موقف يمسني. شيء جميل إن الإنسان يبقى إنسان حساس ويشعر بالمواقف يا أستاذ أحمد. طيب يا أستاذ أحمد، أكيد مر بحضرتك كتير من المواقف وأنت قاعد مع نفسك كده، موقف جميل بتتذكره وأجمل موقف في حياة الأستاذ أحمد. أكيد هناك العديد من المواقف، ولكن هناك موقف معين دايما بتفرح حتى لما بتفتكره. السؤال ده هو هيزعل الناس، بس كل واحد ليه قيمته وكل واحد ليه وقته، ولكن بيبقى فيه اللي هي الايه الحته الزياده شويه لكن كل المواقف بتاعت مثلا تقصد ان انت بتحمل الخير لكل الناس، ولكن في بعض المواقف يعني مثلا لا، وفي نفس الوقت انا ما فيش عندي اكتر من اولادي، نجاحهم، ولادتهم، تفوقهم، ده كان شيء بيسعدني يعني موضوع تاني، لان طبعا انا اعلم بان كرم ربنا للانسان انه يبارك له في زرعته، وزرعته دي اولاده. عايزين نسأل حضرتك وننتقل، طبعا احنا في ايام كريمة وايام فضيلة. عايزين نسأل حضرتك، كنت بتستقبل رمضان ازاي في الصغر؟ حضرتك طفل كده وشهر رمضان داخل، كنت بتعمل ايه وايه الحاجات الجميلة اللي انت كنت بتعملها؟ اقول لحضرتك حاجة، احنا رمضان احنا مش عايشين فيه، ده هو عايش جوانا. يعني بتفرح لا هو جوانا، وبعدين ليه من الطقوس والعادات والتقاليد الاولانيه. كنت بتعمل ايه وانت صغير لما رمضان بيدخل عليك؟ رمضان كان في شهر شعبان تهل علينا ريحه رمضان، ريحه رمضان، تلاقي فيه كل حاجه. طبعا دي يعني الصعود الى كان بقى كل حاجه كانت جميله زمان. رمضان كان الاكل ليه ريحه وليه طعم وليه حكايه كده. اول يوم كنت صغير بتفطر ايه في رمضان؟ هل تتذكر؟ لان طبعا اول يوم ده بيبقى يوم مميز، اكيد الام. لا هو اكيد احنا النانا والام والولاد عندنا الفراخ والبط والكلام ده كله يعني. هل في اكله معينه حضرتك بتحب تاكلها في شهر رمضان بعد يوم طويل من الصيام؟ بصراحه انا ما عنديش حاجه معينه، لكن انا بحب الشوربه، حته اللحمه المحمره وشويه الرز،
دول اكل بقى جميل قوي لو ما اكلهم في اي وقت، رمضان او غير رمضان، لان دي الاكله المفضله ليا. حته اللحمه والبتاع. خضار جه ما جاش مش مشكله، لكن الشوربه مهمه جدا عندي، والاكل مميز في الرغبات هي اللحم. عايزين نسال حضرتك عن معاني بعض الكلمات في حياه الاستاذ احمد عبد اللطيف. كلمه حلم بتمثل بالنسبه لحضرتك ايه؟ هي ما تمثلش اكتر من معناها. كلمه رزق. حلم شيء ما هوش واقع، يعني شيء يستبعد انه يكون واقع، ولكن تتمناه طبعا. طبعا. طيب كلمه هو مفسر نفسه يعني. كلمه رزق بالنسبه لك معناها ايه؟ معناها انا هقول كلمه بس هي لب الموضوع، بس ممكن تقول ان انا بتكلم كلام. الله موجود، يرزق من يشاء بغير حساب، ورزقكم في السماء وما توعدون. فده احنا بتاعت ربنا. ايه اللي حضرتك بتتمناه يا استاذ احمد؟ تتمنى تحققه الى الان؟ اولا في حاجات كتير على المستوى الشخصي، وفي حاجات على المستوى العام. عايزين كلمه من حضرتك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقول له ايه في هذه الايام الكريمه؟ اقول له يعني ربنا يكون في عونك بجد. حاكم الاول بقى الرجل الاول اللي هو الراعي المسؤول عن رعيته، ده ما ينفعش حد يهاجمه، ما ينفعش حد يحطه في مكانه، وما ينفعش ان احنا على طول. خلي بالك احنا بقى هنا الناقدين واللاذعين واللي بنحكم وبنقول، واجدع واحد فينا مش قادر يدير بيته في الظروف اللي احنا فيها. مع العلم ان السيد الرئيس برضه كدوله في وسط الدول، وخاصه دوله هو ماسكها متدمره ومش متخدره، وعلى علمنا كلنا، وفيها ما فيش بنيه اساسيه ولا بنيه تحتيه ولا، وهو عانى وخلى في صراع. رأي حضرتك في المشاريع تنموي ما انا جاي لحضرتك اهو بقى. صراع تنموي داخلي وخارجي. بنيه اساسيه كان بتعمل، علو الدوله امام دول العالم في حال سقوطها، ما هو ثوره يعني سقوط دوله، عشان يطلعها ويبقى لها مكانه دلوقتي، ودلوقتي بتتحسب من اولى الدول في العالم في حاجات كتير. ده ايه ده لو ما شفناهوش يبقى احنا عندنا جحود او عندنا ضيق افق، ما هوش فاهم ازاي يقدر الناس. فالسيد الرئيس انا عاوز اقول له ربنا يعينك على اللي انت فيه، وانت بتعامل ربنا مالكش دعوه باللي ما يقدركش. تقول ايه يا استاذ احمد للجيش المصري العظيم والشرطه العظيمه اللي احنا عايشين في امن وامان بسببهم، وزي ما انت شايف الامن هو اساس البناء يا استاذ احمد؟ انا عايز اقول للشرطه والجيش والشرطه في منظومه واحده وفي مرتبه واحده. انتوا جناحات مصر. انا عايز اقول ان تقييم الشرطه مش هيقيم الشرطه والجيش الا المواطن الصالح. اما المواطن اللي خارج عن القانون مش هيشيد باللي هيعاقبه، لان الشرطه بتعاقب. الشرطه بتاخد من القضاء وتعاقب وتنفذ الاحكام، وهي بطبيعه عملها. اما المواطن الصالح الامن فكل ما يشوف زوج يشكره، وما يروح مركز يقول يشيد بعملهم اللي هو مهدور بجد. ليه؟ لان على راسه بطح وعارف ان الشرطه هي عقاب، واخدها عقاب، لكن المواطن الصالح واخدها حمايه وخدمه. فدي الفرق بطبيعه اذا الشرطه في خدمه الشعب طبعا، وطبعا من غير جيش قوي طبعا الجيش هنا بقى، الجيش هنا حضرتك اليات حمايه لكله. خلي بال حضرتك الجيش خارجي حمايه وداخلي. لا، ما انا هقول لحضرتك خارجي. الجيش هو المنوط بالحمايه الاقليميه بتاعه الدوله، واحنا عندنا جيش حامي جوه وبره، ولكن جوه دي منوط بها مين؟ اسمها على مسمى الداخليه. وزاره الداخليه اللي هي وزاره ايه؟ الداخليه وزاره ايه؟ الشرطه، مش هي وزاره الداخليه؟ الداخليه.
اما الخارجي والداخلي هو الجيش. كده طبعا. ليه؟ مفيش، اصل الجيش ده حطه في مرتبه لا تقبل التجزئه ولا اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ند. مين الند للجيش؟ مين الند لطبيعه الجيش؟ تاني شيء، الجيش فيه اولاد الشرطه. الشرطه دي كلها ما طلعتش وبقى فيها التزام وبقى فيها الكيان الجميل اللي هو فعال الوقت في داخل القطر الا من التزام الجيش. عايزين يا استاذ احمد نعرف راي حضرتك فيما يقوم به مركز شرطه الجماليه، واكيد حضرتك بتلمس الدور الكبير اللي بيقوم به الساده الضباط والساده امناء الشرطه وجميع العاملين في مركز شرطه الجماليه. والله انا عاوز اقول لمركز شرطه الجماليه كل عام وانتم بخير، واحنا بجد معانا يعني مجموعه قياديه من اول السيد رئيس الفرع والسيد المأمور والسيد رئيس المباحث ومعاونيه. والله بدون مجامله انا بحسد الجماليه في العصر اللي احنا فيه. انا بحسد الجماليه، ودي ملموس مع كل من لمس باحتكاك بجهاز الشرطه في الجماليه. فتحيه خاصه لكل من هو قائم على مركز الجماليه ومديريه الامن بالدقهليه، لان طبعا دول القيادات وده الفرع من الاصل، فلهم كل تحيه وكل سنه وهم طيبين. عايزين كلمة طبعا أخيرة من حضرتك، ما كناش عايزين اللقاء ينتهي، ربنا يكرمك، ولكن عايزين كلمة أخيرة من حضرتك للمشاهدين بمناسبة الأيام الكريمة الجميلة اللي احنا عايشينها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا عايز أقول لكل من هو شايفني وربنا قدر له إن هو يسمعني بأن حق هذه الأيام الجميلة اللي فيها عفو وغفران وسماح، إن احنا نسامح بعض بقدر الإمكان. الدنيا ما تستاهلش، والسماح فيه لذة، والعفو فيه لذة، والتنازل لأخويا المسلم سواء قريب أو غريب داخل البيت أو خارج البيت ليه لذة. أتمنى إن هم يحسوا بيها، بس عمرهم ما هيعملوا اللي أنا بقوله ده إلا كان في حاجة واحدة بس جواهم، هو الله ومحبة الله. ومن أجل هذه المحبة هيتنفذ الكلام اللي أنا بقوله. لكن لو ما فيش محبة الله جوانا وما فيش ديننا اللي فيه السماحة وفيه وقال لنا حاجات كتير احنا بعاد عنها. نفسنا نطلع من رمضان كل المجتمعات بان احنا نقول لربنا عاوزين نعمل مصالحة معاك ونعملها فعلا. واللي زعلان من حد مش والله هتلاقي نفسك قد الدنيا كلها لما تقول له سامحني. انت اللي تقول له ما هو سامحني، وخيرهما الذي يبدا بالسلام وتخبط عليه ودي. ولو انا جاحد واحد خبط عليا وبينه وبينه ايه والله لو اول مره هعمل نفسي يعني مصدوم ان هو قدامي ممكن، لكن تاني مره برضه لو حاولت هيبص يقول لك اتفضل صدقني. لكن اول مره دي بتبقى عنصر وموضوع انت ممكن يقفل وشك الباب، بس تاني مره ليه؟ انت مش رايح له، انت بتنفذ توجيهات الله وتعليماته زي ما انت بتنفذ تعليمات المأمور وتعليمات القضاء وتعليمات الوزاره. فانت بتنفذ تعليمات الكبير اللي هو الله بتوجيهاته ومنهجه. طبعا طيبين. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. وطبعا حلقه شيقه مع الاستاذ احمد عبد اللطيف، وطبعا ما كناش عايزين الحلقه تنتهي ولكن لابد ان ينتهي اللقاء. ختم الاستاذ احمد عبد اللطيف بكلمات جميله، كلمات تحث على روح التواصل والتسامح وحب الآخر، وإن احنا فعلا شهر رمضان الكريم نطلع منه صافيين القلوب ونسامح بعضنا ونصل الرحم ونبقى كويسين في حق بعضنا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا، وربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من شهر
رمضان الكريم، غافر لنا ما تقدم لنا من ذنب. وبإذن الله مع شخصية جديدة في حلقات قادمة. وكان معنا الأستاذ أحمد عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.